بصوا زبدة اللوتس اهي، عملناها في البيت بكل سهولة وبكل يسر، ومش لازم اجيب البسكويت الغالي اللي هو بالقرفة، باي بسكويت شاي وباضافة بسيطة جدا. وهنعملها اهي، بصوا كثافتها عاملة ازاي، وندخلها في جميع الحشوات، وعملناها في البيت بكل سهولة ويسر. يلا بينا يلا بينا على الطريقة. مساء الخير متابعيني الكرام، كلنا بنشتري زبدة اللوتس من بره. انا قبل كده عملت فيديو في رمضان لايف، ونزلت لكم الطريقة كانت عاملة ازاي. هي بسيطة جدا لو انتوا عملتيها. يلا بينا على المقادير. بصوا اي بسكوت اهو انت تحبيه، يا دوبك هتحطي عليه وليكن مثلا معلقة قرفة اهو، يبقى باكو بسكوت او باكوين بسكوت، هنحط عليهم معلقة قرفة اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هبتدي اطحنهم اهو. بصوا حبايبي خلاص اهو طحنت معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. هبتدي اروح نازله شويه لبن اهو، وهحط عليهم، فاكرين الكراميل اللي احنا عملناها مع بعض؟ بصوا بصوا طفت الكراميل ما شاء الله اهو تبارك الله. هروح واخده مثلا وليكن مثلا معلقه اهو، اهي. وبعدين هبتدي ان انا وهبتدي اضربها تاني كده. خلاص كده زي الفل اهي معايا اهي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا اهي، وبقيت معايا زبدة اللوتس سهلة اهي، تقدري تعمليها بكل سهولة اهي. لا حطيت فيها مواد حافظة ولا حطيت زيت ولا حطيت حاجة، كل اللي انا ضفته عليها اللبن وشوية صوص كارميل. اكتر من كده مش هعمل حاجة تاني. بصوا بقى، بصوا طولها، بصوا طولها، بصوا جمالها، زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. مش لازم البسكوت الغالي نعمله بيها اهو، اي بسكوت شاي اي نوع انتي بتحبيه هاتيه واعمليه، وضيفي عليه معلقة قرفة اهو، هديكي نفس الطعم ونفس الحلاوة اهو زي ما انتوا شايفين. حاولي بقى ايه تنزليها كده اهو اهي. بصوا تبارك الله، يعني حاجة كده وهم فوق الخيال، ولا الطعم والريحة تبارك الله اهو. بصوا ايه رأيكم؟ بصوا الطول بتاعها، هي ديت زبدة اللوتس اللي احنا بندخلها في جميع الحلويات بتاعتنا اهي، اللي انا طلعت بيها لايف في رمضان، وللأسف لغاية النهاردة ناس كتير جدا بتسألني عليها اهي. عملتها لكم فيديو. بصوا بصوا الطول بتاعها ما شاء الله، وبصوا اهي، والريحة يم 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 يم. بصوا تحفة تحفة تحفة. يبقى انا عملت زبدة اللوتس اهي، وادي الكراميل بتاعنا اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني مش قادرة اقول لكم كثافته عاملة ازاي. بصوا يعني حاجة كده فوق الخيال. مش لاقية معلقة اهو. بصوا الكثافة بتاعته ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. بصوا اهو تقيل اهو اهو. بصوا، يبقى احنا عملنا زبدة اللوتس اهي بكل سهولة ويسر اهي في البيت اهي،
وده شكلها النهائي. بصوا ما شاء الله. وطبعا بتقدري تحتفظي بيها في التلاجة او ممكن تحطيها في الفريزر اهي. يبقى انا عملت زبدة اللوتس وعملت صوص الكراميل. يا ريت لو الوصفة عجبتك بلاش تبخلي عليا بقى باحلى لايك وشير ودعوة حلوة كده من القلب، وكومنت حلو زي كده يفرحني علشان استمر. وانتظروني في فيديو جديد. تكات وصفات دندونة. باي باي.